ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من سجن الكردة بآتنا غنى رسالة للسلطات الجزائرية. هاولي زنب خونا حراج من الجزائر متهم تهمة قبطان 25 سنة في الباطل. هو نداء استغاثة لشاب جزائري حراق محتجز في أحدى سجون أثينا باليونان يدعى سجن كوردالو، يناشد تدخل السلطات الجزائرية العاجل لإنقاذ حياة المئات من الشباب المحكوم على أغلبهم بأكثر من 20 سنة سجن عن تهم الدخول إلى أراضي أثينا بطريقة غير شرعية. عندك جواز جزائري جابوه حاجة يا الكونسيلان تاع الجزائر يا السلطات الخارجية أرواحهم المغرب وتونس راهم يجوهم كل سبت يجوهم هنايا. راكم محقورين هنا ما راهمش يجوا. وكما راكم تشوفوا بالغوار السلطات هذا سجن أثينا. الحراق الجزائري المحكوم عليه ب25 سجنا نافذا عينة من الشباب المغرر بهم يوجه رسالة لمن لديه نية الحرق عبر صواريخ الموت. خونا شات بلغ رسالة الجزائريين الحراقة. السلام عليكم يا خوتي اللي راك تجي على طريق البحر نجيو مقصر ما تجيش تصور ما تصورش تخلص 500 أورو 600 أورو من بعد يطيحوك هنا قبطان على الباطل 25. هي صور مؤسفة حقيقية لشباب في عمر الزهور باعوا أعمارهم بأقل من 500 أورو فوجدوا أنفسهم بين جدران سجون يصارعون الموت البطيء لأحلامهم في انتظار تدخل السلطات الجزائرية.